الغلط لا ونقول الصح نعم. لازم نتخلى عن سلبياتنا. احنا محتاجين ثوره، محتاجين ثوره على ضمايرنا، محتاجين ثوره على الفساد اللي اتربينا فيه، محتاجين ثوره على العقول المضلله، على العقول المجهله. محتاجين نحب بلدنا بجد، نحب بلدنا باخلاص. ما كانش الغني يحتضن الفقير ويسعى ان يخفف عنه المعاناه من اجل مصلحته هو نفسه، لان الفقير لو ربنا اكرمه وتلاقى لقمه طيبه وسكن طيب وعيشه كريمه مش هيسرق الغني ولا هيأذيه، لكن طمع الفقير في حق الغني. تاني وتالت ورابع. هو واحد عشان تمشي صح. عشان عايز تقول المرسي؟ ايه؟ عايز تقول المرسي؟ عايز اقول له اتقي الله، اتقي الله في شعب مصر وابعد عننا. عايز اقول له كفايات. أنا باسم كامل، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي. احنا النهارده هنا في دوران شبرا في فعاليه من فعاليات حمله تمرد، بنجمع توقعات على الاستثمارات. يعني لو انتوا تابعتوا اليوم من اوله اقبال مهول، كل الناس اللي يا اما بتقف تمضي يا اما بتاخد استماره، يمضي وياخد استماره ثانيه عشان يصور ويجمع لنا. فتح المقرات، احنا كحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور فتحنا مقراتنا بنجمع فيها الاستمارات. ده مدي مصداقيه ومدي ثقه للناس. ناس كتير خايفه بتقول لك لا يكون الاخوان بيجمعوا الاستمارات ديت وهيرموها بعد كده ولا يحرقوها ولا يستعملوها اي استعمال يضرنا. ففكره ان الاحزاب فتحت مقراتها ده طمن الناس. الناس مقبله على الحكايه ديت لانها حست بجد ان في عمل، في ابتكار، عمل جديد بطريقه ثوريه، بس من غير ما يبقى في بقى المظاهرات والضرب والعنف اللي بيخوف الناس. في ناس ما بتخافش من المظاهرات، في ناس بتشارك ما بيهمهاش مظاهرات، انما في ناس كتير شايفه ان ده بالنسبه لها عمل امن بيمضي على الاستثمار وهو مطمن على نفسه وعلى مراته وعلى اولاده مش خايف من حاجه. النهارده الناس بتشارك. طبعا لو وصلنا ل 15 مليون، لان ده السؤال بنتساله طول ما احنا واقفين، هل التوقعات ديت هنستعملها استعمال قانوني دستوري نسحب فيه الثقه من الرئيس مرسي؟ الاجابه لا، لان احنا بنعمل حاجه ما هياش قانونيه او دستوريه، مش مخالفه قانونيه، انما ما نعرفش نستعملها بطريقه قانونيه بان احنا نسحب الثقه، انما هي مساله رمزيه سياسيه. زي لما بنعمل مظاهره بيبقى فيها مليون او 2 او 5 او 10. النهارده لما نعمل 15 مليون توقيع كاننا عملنا مظاهره فيها 15 مليون مواطن نازلين بيتظاهروا ضد الرئيس مرسي وجماعته. لو وصلنا للعدد ده فاحنا بنقول للنظام وبنقول للرئيس مرسي الشعب مش عايزك، اتفضل امشي. ودي وسيله ديمقراطيه علشان نعبر بيها عن اللي احنا عايزينه. وهي مخوفه الاخوان ومخوفه النظام بدليل الحملات العكسيه اللي بيعملوها. مره يشنعوا عليها يقولوا دي الحمله دي بتاعت ابو الفتوح، مره يقولوا دي بتاعت الجيش، مره يقولوا ده اللي بيمولها الامريكان، وبعدين يعملوا حملات مضاده زي حمله تجرد اللي هي بيجمعوا توقعات تأييد للرئيس مرسي. انا مش عارف ازاي تجرد وازاي يبقى مؤيد لحد. كل ده وسائل ان هم يكسروا الحمله دي، زي لما احنا عملنا جبهه الانقاذ عملوا جبهه الضمير، فاحنا نعمل تمرد هم يعملوا تجرد. كلها وسائل للغلوشه وان هو يعمل قنابل دخان كده يموه على الحمله الرئيسيه. ده باختصار كده شديد. شكرا جزيلا. صور بيانكو بقى لما بقول لك ايه يا احمد، صورونا على باب المحل. احنا بلدنا مش للبيع، احنا بلدنا مصريه وهتفضل مصريه. بلدنا مش للبيع، لو كانت بلدنا للبيع كانوا اللي قبلونا باعوها واللي قبلونا باعوها. بلدنا مش للبيع وبلدنا مش اخوانجيه، واحنا كل الشعب المصري ما انتخبش مرسي مزور، واحنا ما بنخافش من مرسي ولا من ميليشيات مرسي ولا من حماس ولا من قطر ولا من اي حد. احنا الشعب المصري ده هيعلمهم وهتبقى مصر ترجع لينا، مصر مصريه لينا للمصريين. مش عايزينه الراجل ده، والله ما عايزينه.